تخليش ابنك يصعب عليك، ما تخليش ابنك يصعب عليك او بنتك تصعب عليك. خليكوا قاسيين شويه مع عيالكوا، لان الموضوع رخم. الموضوع بقى رخم دلوقتي. العيال اللي طالعه، الجيل اللي طالع جيل بيحب الانتخه، جيل عايز ياكل وينام، جيل عايز يفضل قاعد طول النهار على التليفونات ما يعملش اي حاجه. خليكوا قاسيين شويه مع عيالكوا، مع عيالكوا كل، سواء بنت او سواء ولد. مش قاسيين ان احنا نضربهم، لا، قاسيين ان احنا نحطهم في مواقف يفهموا يعني ايه مسؤوليه، يفهموا يعني ايه مساعده، يعني يفهموا يعني ايه مشاركه. يعرفوا ان الحياه مش ان احنا ناكل وننام ونقعد على التليفون بس. يعرفوا ان الحياه فيها تعب وفيها شقه وفيها مساعده وفيها مشاركه وفيها حاجات كتير. يعرفوهم ان الدنيا مش بالساهل. لازم ابوك لازم الاب والام يعرفوا الاولاد ان الجنيه اللي ابوه بيتعب فيه ما بيجيش بالساهل، لا ده بيجي بالكد وبالتعب وبالمرمطه والمخمطه وبالوقفه على الرجل ممكن 12 و14 ساعه. يعرفوا ان العيال ان الموضوع مش سهل. ما هو العيل طالما مأنتخ وفي كل حاجه بتجيله هيعرف ان، هيحس ان ابوه يعني ايه رجل اعمال وبتاع والدنيا معاه احسن حاجه. ما هو كل حاجه بتجيله وهو قاعد. لا، احرموا عيالكم لمصلحتهم. يعني مش تحرموهم ان انتم ما تحرموهم الاكل والشرب، لا. لو هو غلط عاقبوه، عاقبوه من الحاجه اللي هو بيحبها. حاجه تاني، نزلوا عيالكم السوق بدري. يعني ايه نزلوا عيالكم السوق بدري؟ نزل عيلك لو انت عندك عيل خلص اعداديه، في اجازه الصيف ما تقعدوش في البيت يفضل ماسك التليفون ويرازف امه واخواته وينام لغايه بعد العصر. لا، نزله يشتغل اي حاجه، يجيب مصاريفه، يتعود يجيب جنيه، يتعود يشوف الشارع، يتعود يشوف الناس، يتعود يتعامل مع البشر، يتعود يتحط في مواقف صعبه، يتعود ان هو يعتمد على نفسه. فخليكوا صعبين شويه مع عيالكم، لان الموضوع رخم. البنات بتبقى قاعده في البيوت مأنتخه، امها ممكن تكون واقفه في المطبخ بتقضي مصلحتها، بتطبخ، بتغسل مواعين، بتعمل اللي بتعمله، وهي قاعده ماسكه التليفون، يا اما نايمه مأنتخه، وهو قاعد في البيت رافع رجليه ومش في دماغه ونايم ومقضيها تليفون برضه. فبعد اذنكم نخلي بالنا من تربيه عيالنا شويه. عايزين نخرج جيل محترم، جيل عنده مسؤوليه، جيل عنده روح المشاركه، جيل يعرف يجيب الجنيه، جيل يعرف يتعلم صح ويعيش الحياه صح. السلام عليكم.